قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب والصلاة على النبي. واصل نجم الخضر السابق الأخضر باللومي الحديث عن سقطات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مبرزا بأن هناك مؤامرة في أروقة الهيئة القارية تحاك ضد الجزائر. وقال باللومي في تصريح خص به موقع العربي الجديد أمس السبت: أتفق مع من يقول إن هناك مؤامرة تحاك ضد الجزائر في أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مبرزا في الوقت ذاته بأن هذا الأمر ليس بجديد، وأن المنتخب الجزائري مستهدف منذ فترة. ليضيف: علينا أن نجد حلا لهذه المعضلة التي تهدد مستقبل الكرة الجزائرية، ونضع اليد في اليد للتصدي لذلك، فإقصاء محرز عن جائزة كان هو الأجدر بها رسالة مشفرة.